تخيل كده يبقى عندك التهاب في اللثه فتشرب كوبايه ليمون فتطلع باستنتاج فيدوك جايزه نوبل. والله بجد زي ما بقول لك كده. هتقول لي بقى ايه التفاصيل ورا الموضوع ده؟ هقول لك الراجل ده جاب مجموعتين، مجموعه كانت بتاخد فيتامين سي وبس، ومجموعه ثانيه كانت بتاخد فيتامين سي وكمان معاها عصير ليمون، والاثنين كان عندهم مشكله اسمها السكيرفي وده اللي هو التهاب اللثه. الراجل ده لقى الناس اللي بتاخد فيتامين سي مع الليمون لقى معدلات الاستشفاء بتاعتهم اعلى وكمان خفوا بسرعه. قال لك اكيد في حاجه موجوده في الليمون غير فيتامين سي كمان بتساعد في عمليه الاستشفاء دي، وبالفعل اكتشف حاجه اسمها البايفلافونويدز ودي بتساعد في تقليل الالتهابات بتاعه الفم. فمن الاخر فيتامين سي والبايفلافونويدز هم من اقوى الحاجات اللي ممكن تاخدها عشان تقلل الالتهابات بتاعه اللثه. لو كل ما تغسل سنانك بفرشه الاسنان تلاقي دم كتير بينزل والتهابات على طول، فدايما توجه انك تاكل الحاجات اللي فيها حمضيات زي الليمون والبرتقال والكيوي. كمان ممكن تاكل حاجه زي فلفل الالوان او الجوافه، وهل تعلم ان دول فيهم من 3 ل 4 اضعاف كميه فيتامين سي اللي موجوده في الحمضيات؟ والله كميه فيتامين سي فيهم رهيبه اكتر من الحمضيات بكتير جدا.